السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وفيديو جديد. اللي أول مرة يشوفني أنا أم ملك ودي قناتي، ويا ريت تشجعوني بلايك واشتراك في القناة لو سمحتم لو أول مرة تشوفوني، ويا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم وأكون خفيفة على قلبكم وتحبوني. أولا طبعا كل سنة وأنتم طيبين، ومعلش آسفة إن صوتي متغير لأن أنا تعبانة وعندي شوية برد. أنتوا عارفين طبعا تغيير الجو عامل إيه اليومين دول، وأكيد كلنا مرينا بنفس دور البرد ده. طبعًا إحنا كستات بيوت حتى لو في العيد ما بنقدرش إن إحنا نقعد ونسيب الدنيا حوالينا كده، الروتين ورانا حتى لو في العيد، وطبعًا مش معقولة إن أنا يبقى عندي مواعين في الحوض والّا عندي بوتاجاز مش نضيف أو ما فيش أكل في البيت وهاقعد أتفرج على كل ده، استحالة حتى لو في العيد مش هتقدري. طبعًا أنا في اليوم ده عملت محشي، ده تاني يوم العيد. أنا أول يوم العيد زي كل الشعب المصري كلنا رِنجة، أكيد كلكم أكيد كلتوا رِنجة أول يوم العيد، لإن إحنا خارجين من رمضان بقى اللحوم والكلام ده كله وزهقنا منه والطبيخ والحاجات دي، فأول حاجة بنعملها طبعًا الرِنجة، وده اللي أنا عملته أول يوم العيد، ولإني ما ليش في الرِنجة كتير أوي يعني أنا وجوزي، ما لناش فيها أوي، ما قدرناش ناكلها أكتر من يوم بصراحة. وطبعًا أنا كنت جايبة كرنبة وكنت سلقاها وشايلاها في رمضان، وقُلت وعملت حساب برضه يوم زي ده إن أنا مش هاقدر في العيد إن أنا آكل يعني أكل كده رِنجة والكلام اللي بياكلوه، ده في ناس أنا باعرف إنها ممكن تقعد ال3 أيام تاكل رِنجة، ناس بتحبها، لكن أنا بصراحة يعني هو أول يوم وشكرًا على كده. فطبعًا أنا طلّعت بقى الكرنبة والمواعين دي اتبهدلت طبعًا يعني كترت كده في الحوض، بسبب طبعًا أنتم عارفين المحشي والحاجات دي بتبهدل الدنيا قد إيه. البوتاجاز بتاعي طبعًا كان متبهدل بسبب الرنجة قبلها، أنا ما غسلتهوش بصراحة، والرنجة كانت مبهدلة الدنيا شوية والريحة في المطبخ وكده، ما عملتش حاجة في اليوم دوّة غير شوية المواعين، وسِبت كل حاجة لتاني يوم بعد المحشي. وبعد ما عملت المحشي بقى أنا خلّصت المواعين وغسلت البوتاجاز وكده. لقيت تليفون جاني من بنتي الكبيرة ربنا يبارك في عمرهم ويخلّيهم لي، ماما أنا جاية لِك أنا وجوزي النهارده. طبعًا ما كنتش عارفة إن أنا أعمل إيه، يعني طبعًا قُلت لها: "أنتِ حظِّك حلو، ماما عاملة النهارده محشي وملوخية ولسان العصفور وفراخ، والله يا بنتي رزقِك في رجلِك." هي فاجأتني طبعًا ما كانتش قايلة لي قبلها ولا حاجة إنها جاياني. طب أعمل إيه جنب الحاجات دي، حاجة حلوة ما جاش في دماغي بصراحة غير الرز أبو لبن، لإن هو كان عندي اللبن في التلاجة وهو ده الحاجة اللي جات في دماغي. جه في دماغي أعمل صينية كيكة، وبعد كده قُلت إيه صينية كيكة إيه، طب ما البسكوت والبيتي فور والكوكيز والحاجات دي بتغني عن صينية الكيكة، إن أنا ممكن أعمل جنبهم شاي وخلاص على كده. فصينية الكيكة حاسة إن ما كانتش مناسبة أوي جنب الموضوع ده، فقُلت هو بصراحة الرز أبو اللبن هو أكتر حاجة مناسبة، يعني إن إحنا ممكن ناكلها أو نحلّي بيها بعد الغدا وكده. وده فعلًا اللي أنا عملته، ودلوقتي بعد ما خلّصته حطيته في الأطباق وسِبته خالص يبرد، براحته بقى ما هي ما كانتش لسه جات. تمام، وبعد كده أنا خلّصته خلاص أهوّة، وحطيته في الأطباق وقُلت أمّا يهدى شوية أحطه في التلاجة ياكلوه ساقع، هُم ما بيحبوش عليه مكسرات ولا حاجة، ولا بيحبوا زبيب ولا جوز هند ولا حاجة، بيحبوا ياكلوه كده. تمام. بعد كده بقى أنا قُلت بقى أنا ما فضّيتش بصراحة أي حاجة من أول يوم العيد، والله ما فضّيت ولا كوكيز ولا كحك ولا أي حاجة في الشيّالة بتاعة البسكوت والكحك. ما كانش في حد يشجعني إن أنا أفضّي وأعمل، كل واحدة في بيتها وأنا وجوزي بس اللي موجودين، ما كسّلت بصراحة. لكن أول ما عرفت بقى إن حبيبة قلبي جاية على طول قُمت ورُحت جايبة الشيّالة بتاعة الكحك والحاجة، ورُحت مطلّعة كل حاجة ورُحت رصّاها في الشيّالة بتاعة الكحك وكده. ربنا يخلّي لكم أولادكم كلّكم يا رب، وتشوفوهم في أحسن حال وتجوّزوهم وتشوفوهم في بيوتهم مبسوطين وسُعدا بإذن الله. وده أنا بصراحة ما عملتش أي بسكوت ولا أي حاجة في البيت بأمانة غير الكحك، هو اللي أنا عملته. لكن أنا جِبت من عند العبد نُص كيلو كوكيز ونُص كيلو بسكوت مشكلت، طعمهم في منتهى الروعة. بصراحة يعني مهما هاعمل في البيت مش هيطلع بالجمال ده بصراحة، خصوصًا حاجة العبد. في حاجات إحنا بنعرف نعملها في البيت وبتطلع 10 على 10، وفي حاجات ممكن ما تطلعش بالشكل ده. المهم حتى لو هتطلع بالشكل ده بأمانة أنا ما كنتش قادرة أعمل، أنا خارجة من رمضان مُهلكة جدًا، جدًا، بسبب شغل رمضان والأكل والشرب وشغل البيت. بصراحة أكيد كلنا تعبنا، ربنا يقوينا يا رب. فما كانش أقدر إن أنا أعمل أي حاجة غير حبة الكحك اللي عملتهم، وكنت عاملة هو كيلو كحك مش أكتر من كده. ورصيت الحاجة، أنا جبت نص كيلو كوكيز ونص كيلو باقول لكم بسكوت مشكلت ب110 الاتنين دول، ما كلفتش نفسي أوي ولا حاجة. حتى جاي لي من البلد من عند أهل بنتي حمات بنتي، جايبة لي منين وجايبة لي بسكوت سادة، والله ما عملت برضه أي حاجة من الكلام ده، جاييني بصراحة شحاتة. ورُحت إيه جاي لي هدية يعني، ورُحت مفضياه برضه كده مع الشيّالة وخلاص على كده. كل سنة وأنتم طيبين، وده فيديو قصير يعني مش طويل ولا حاجة، بس أنا وحشتوني، وحشني إن أنا أعمل فيديوهات، فقُلت أعمل الفيديو الصغير دوّة.
ولو سمحتم لايك واشتراك في القناة وكبّروا قناتي وشجعوني لو بتحبوني أو حبيتوني، واللي أول مرّة يشوفني يا ريت يشجعني بلايك ويشجعني بالاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.